ألست تتناقض؟ طيب ما هي عائشة تعترف بين تقول ان الداجن قد اكل آية رضاع كبير. عائشة عندما كانت تمارس هذا العمل. كم شخصية عندك؟ عليك كما صبر نبي الله ايوب عليه السلام. لا بس انت يا عمي، انت كم شخص؟ انت زي سيدنا علي عنده مئات الاشباح بتصرف الجسد الواحد يا ثائر. طيب يا شيخنا الدمشقية، أنا أريد أسألك وأتعلم وأتوهبل بما أني كافر ومرتد واليوم كفرتني. طيب أنت من تكفر الشيعة، يعني ما تخافون على لبسكم، ما تخافون على وضعكم، أنتم نهايتكم بالخليج إن شاء الله قريبة. أبدا، أنتم نهايتكم بالخليج أبدا، والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، وأقولها. نعم. وأرجو بها وجه الله سبحانه وتعالى. والله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني الشهادة، إحدى الحسنيين. طيب. يا شوفكم انكسرتوا إن شاء الله، انكسرت شوكتكم. طيب. وذهبت الدولة الباطنية الصفوية، أو أموت دون ذلك. تفضل كمل. عند موضوع ثاني. أعطيني موضوع علمي. طيب تفضل. موضوعنا، نرجع لموضوعنا، دعنا من السياسة. تفضل يا أيوب، تفضل يا أيوب، تفضل. نعم، عندما تكون هناك ساعة معركة سنتقابل وسنرى من هم أولاد الكرار ومن هم أولاد الفرار. مسألة عائشة. نعم، عائشة عندما طبقت آية الرضاع وأرضعت شباب قريش، ألم تكن تؤمن بأن القرآن محرف؟ هذه عيوشة التي كانت تعطي لشباب قريش. لا تقلل أدبك، لا تقل عيوشة يا خبيث. تأدب مع زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو كنت تعظم، اقطعه، بارك الله فيك، اقطعه. لا أسمح بقلة الأدب، أنت واحد قليل أدب. نعم، لا كرامة له. تتكلم عن عائشة عرض النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنني تكلمت في حق زوجتك الآن، إن كان عندك زوجة، قيل لي أنك ما بعرف بين ما بعرف والله إذا كان صحيح. نعم. إن أساء أحد إلى زوجتك، ألا يكون ذلك إساءة لك؟ وأنت تدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم وتسيء إلى عرضه عليه الصلاة والسلام. الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. قاتلكم الله أن تفكون. تفضل يا